السلام عليكم. معاكم سيد محمد صبري. النسر في اخر اخبار نادي الزمالك الاهلي في ال 24 ساعه الاخيره. قبل ما نبدا، انت لو جديد في القناه اعمل اشتراك، واعمل لايك للفيديو عشان ينتشر لكل الناس، واعمل جرس التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد. اول خبر معاه في نادي الزمالك. مين هو مدير رياضي نادي الزمالك؟ في اتنين مرشحين، اللي هم حسام الزناتي اللي هو حاليا اصلا مسك منصب مدير رياضي في نادي في الدوري الدنماركي. ثانيا احمد عادل صديق. طب في واحد منهم اتشال، مين هو؟ احمد عادل صديق. لا، عشان احمد عادل صديق بيقول لك كان بيحف على نادي الزمالك وانتمائه اهلاوي متعصب شديد جدا، فهو شالوه، وحاليا هم مهتمين جدا بحسام الزناتي عشان هو اصلا مسك، كان ليه منصب في اتحاد الكوره في منظمه المسابقات. كان ماسك مدير رياضي في الجونه. كان ماسك وحاليا ماسك منصب مدير رياضي في الدوري الدنماركي. وعايزين يجيبوا، وكمان ممدوح عباس اقترح فكره دي على اداره الكوره في نادي الزمالك، اللي هم عايزين يجيبوا مدير تسويق. هو مين؟ عمرو وهبي. عمرو بقى قال لهم كده، انا هاجي اعمل ايه؟ مش مدير رياضي، انا مدير تسويق. هعمل ايه في الدور التسويقي؟ هسوق لك لعيبه، هي مفيش اي عروض ليها قويه او كويسه. هسوق هسوق لك لعيبه مش عارفه تتسوق، يعني مجاش ليه النديه العروض قويه يعني. آه احنا في مصر يا جدعان، مصر عايز ايه؟ مصر يعني. كمان اسوق لك اللعيبه اللي مش بتتسوق، يعني ميسي كمان زي عايزين نمشيه هيسوقه بكل سهوله. بيعرف يسوق لعيبه كويس جدا. لو مش عارف يتعاقد مع لاعب، هو بيقول لك بيعرف يقنع اللعيبه بطريقه استراتيجيه قويه جدا. هو ان شاء الله بقى هيعرف يقنع اللعيبه الاجانب او اللعيبه المصريه اللي خارج مصر او مزدوج الجنسيه اللي الزمالك حابب يجيبهم يعني. ثالثا بيقول لك هعرف اطور المنظومه الماليه او المداخيل نادي الزمالك، عارف اطورها لك. عمل لك اقتراح مشاريع، تطبيقات، اي حاجه. ما احنا عملنا تطبيق زملكاوي جاب لك 35 مليون جنيه في اول شهر. قال لك كمان وكمان بيقول لك كمان ليه، بيقول لك كمان في رعاه ممكن يجيبهم لك، رعاه قويه جدا بفلوس عاليه تخطي 100 مليون جنيه في السنه. والله ما بهزرش، 100 مليون جنيه في السنه. ده قليل، انا بياخد مليار بس قول الحمد لله. هيدخل لك مداخيل قويه جدا. وطبعا من مدير الكوره هو عبد الناصر محمد بقى مدير الكوره، وافق رسميا اللي هو مدير الكوره. ومين بقى يبقى مدير شؤون اللاعبين؟ هو حارس مرمى الزمالك الاسبق المعتزل عبد الواحد السيد. عبد الواحد السيد اقترح عليه الفكره دي تقريبا، هو وافق يبدا يمسك من اول الموسم الجاي تقريبا. يعني كده عايزين نعملها لجنه. مدير شؤون اللاعبين عبد الواحد السيد، مدير كوره عبد الناصر محمد، مدير رياضه حسام الزناتي، مدير تسويقي عمرو وهبي. وطبعا دول لو اتحدوا بقول لك هو نادي الزمالك يبقى كويس جدا من الناحيه الاداريه. معاهم ممدوح عباس هيدعمهم ماليا، فانت هيكون معاك منظومه ماليه، منظومه اداريه قويه جدا. خبر تاني، نادي الزمالك رسميا خلال ايام، يمكن النهارده او بكره، يحول الفلوس بتاع المحليين. كام مسيف؟ هم 80 مليون جنيه، كل المستحقات دي مش كلها، بس قال لك الوعد في كمان دفعة تانية ضخمة برقم كبير هيدفعوا ان شاء الله بعد اول مباراة، قبل اول مباراة في الدوري المصري هو يوم 22 8 اغسطس في لنادي الزمالك. هي هتبقى دفعة قبل الماتش بيوم، عشان تكون واخد كل فلوسك داخل على المباراة ومش عارف ايه. جدعان اقول له حاجة، ولا يوسف قال في لاعبين ناشئين هيبقوا نجوم في المستقبل. مين؟ عارف؟ زي احمد ابراهيم، محمد حمد، احمد صفوت، انس وائل، يوسف الفرنسي، يوسف وائل، امير ايمن عبد العزيز، احمد مجدي، محمد السيد. لا، في لاعيبه ناشئين يا جدعان. انت عندك كنز في نادي الزمالك. ده يعني عندك كنز زي حسام عبد المجيد، سيد عبد الله النمر، ومحمد طارق، ولاعيبه كتيره جدا كتيره جدا، وحسام اشرف برضه. بس هو خلاص بقى مش ناشئ، يعني بقى لعيب فوق السن. لعيب معاك لعيبه قويه برضه هنا، مش لعيبه سهله اللي انت. كمان معتمد جمال لا هيتمرن كمان على فترتين، فتره الصبح وفتره بالليل. تقريبا في كمان فتره بدنيه، بس مش عارف هتكون امتى، الصبح ولا بالليل. ودي اخبار نادي الزمالك. نخش بقى على اخبار الاهلي. اول عرض اول خبر نادي الاهلي، مصدر يوضح حقيقه عرض الاتحاد السعودي و8 مليون دولار لشراء امام عاشور. لم يصل اي عرض بهذه القيمه لبيع امام عاشور طبعا. لغايه ما جاش فاكس، ما جاش فلوس شفهيه حتى، اللي هو اصلا يجي عرض لامام عاشور بالرقم دوت. امام عاشور بيقول لك العرض يتباع بيه 7 مليون و500 الف دولار. ده يعني حاجه،
يعني حاجه كبيره جدا. يعني بيقول لك مو عشان لو راح بره، اقرب عقد هياخده فلوس هياخدها هي كام؟ هي 200 مليون جنيه في الاربع مواسم، يعني في الموسم 50 مليون جنيه. ده كويس جدا، كويس جدا. وعندك مصدر يلا كوره بيقول لك ايشو قد راح على نادي الزمالك رغم تجديد عقده. ليه؟ نادي الزمالك اتفاجئ اللي هو بياخد 7 مليون جنيه، واصل كان بياخد مليون ونص او 2 مليون. ليه اتفاجئ؟ عشان جون ادوارد مضاه على عقود. وعشان ادوارد برضه ليه غلطات، يعني مش بس الايجابيات، دي سلبيات واكبر سلبيه ايه. مضاه على عقد 7 مليون جنيه، وطبعا مصدق كان بياخد مليون ونص 2 مليون جنيه. مضاه على 7 مليون جنيه اللي هو ياخدهم في الموسم 7 مليون جنيه. ونادي الزمالك حاول بقى يقلل العرض، يخليه مثلا 3 مليون 3 مليون ونص، فوق بالكتير 4 مليون جنيه. ده كويس جدا. بس ايشو لعيب راجل، كان بيلعب باك شمال او باك يمين تقريبا، كان بيلعب في المركزين دول تقريبا. كان لاعب راجل جدا، ولا يعني ما اثرش مع نادي الزمالك في المركز دول. محمد صلاح، بص بقى، محمد صلاح يفعل عرض بقيمه 25 مليون دولار سنويا. الانتقال الاتحاد السعودي طبعا احسن من الدوري التركي. الدوري التركي يعتبر ينافس له، مفيش غير طرابزون التركي، طرابزون تركي، انقره سبورت التركي، سوبر سبورت التركي، وجاردة سراي، فنربخشة وبشكتاش، 6 انديه. دول كل الانديه بينافسوا على الدوري، قادسيه، اتحاد، نصر، اهلي، اتفاق، كله بينافسوا على الدوري. اما مفيش غير 6 7 انديه بالكتير قوي بينافسوا على الدوري. انت عندك الدوري السعودي كويس جدا لمحمد صلاح وملائم جدا عشان يعرف يثبت مستواه هناك. طبعا حمزه عبد الكريم الناشئ اللي جاي من منتخب، جاي من الاهلي، اللي عمل معايشه وضم برشلونه ومضى هناك. في اول مباراه قدام بلينجهام، اللي هو اللي كان طالع مين طلع منه بلينجهام، جوب بلينجهام وجوب بلينجهام الاخوين، اللي حاليا بيلعب في بروسيا دورتموند، وده بيلعب في ريال مدريد، جوب بلينجهام. المهم، اول مباراه جاب جولين. الجول الاول كان من ضربه جزاء، والتاني كان جول حر. والصراحه حمزه عبد الكريم دي بدايه مبشره جدا. وبيقول لك هانز فليك لعيب متواضع جدا ولعيب هادي وشخصيته جميله جدا. يعني ربنا يستر عليه من هانز فليك ده. والله ما اعرف اقول له حاجه بامانه. انا مش عارف الناس ده بتفكر ازاي. النادي الاهلي يعني اخبار طالعه، هو بيصرف على البراند، هو بياخد بطولات، بيصرف على السكواد بتاع الكوره. بيعمل مشاريع فروع، بيجيله فلوس. عشان ايه؟ 170 مليون دولار على الاستاد. بس على الاستاد ايه؟ 170 مليون دولار داخل الخزينه عشان بس حط اسمه فودافون على الاستاد، او لمده بس 4 مواسم، 4 سنين. مصدر الكورة مفاوضات الزمالك والسد، قدر الخوض مباراة ودية، تعثرات بعد طلب الزمالك من شركة منظمة الحصول على مقابل مالي إضافي غير عوائد البث والإعلانات. يا عم كان هيجيلك أصلا عرض يعني بالدولار بقى، حساب الدولار، مش هيجيلك أقل من مليون دولار. مش هيجيلك أقل من مليون دولار. من بس لما مثلا هتبيعه مثلا لام بي سي مصر، هتعرضه عندك على قناة الزمالك، هتعرضه على اون سبورت، يعني غير اقل حاجه مليون دولار، كان هيفيدك جدا. ثانيا بقى قال لك بقى يلا السلام عليكم، انت مش راضي مش راضي نادي زي السد وجماهير برضو عندك هناك، يعني مش راضي، يلا اتفرق. جبنا مدير الجزائر، هيلعبوا مدير الجزائر يوم 15 اغسطس. لا اله الا الله، لا اله. هيعملها ابطال فاشله لدرجه اللي مش عارفين نلعب مباراه وديه واحده. الاهلي هياخد مباراتين وتتين يوم الاربع، يعني مش هيلعب مباراه وديه واحده، يلعب اتنين، واحد بالاساسي واحد بالبديل. عشان ايه؟ يشوف بقى مشاكل ويشوف اللعبه كلها، يشوف العظمه. ومفيش غير دوك صوره، يعتبر مفيش ولا صوره طلع من المعسكر ولا حاجه. طبعا الجهاز الفني اكتمل، عندك مدير الكوره عبد الناصر محمد، مدير فني اسمه ايه، حاجه ابراهيم، مدير مساعد. ناقصك بس محلل اداء. وناس الزمالك ان شاء الله هيتعاقد مع محلل اداء قوي جدا جدا. اخبار طلع، ودي المعلومه اللي عندي، اللي هم هيتعاقدوا مع محلل اداء مصري قوي جدا. مدير الخطيب اتعزل عن السفر الاسباني لحضور ودية الاهلي وبرشلونه بسبب ظروف صحيه. يعني الف سلامه على كابتن مدير الخطيب، نجم الكره المصريه ورئيس النادي الاهلي الحالي التاريخي. يعني ربنا يبارك فيه. طبعا هيكون في الكاب نو، والكاب نو طبعا هيكون مليان على اخره. بص يا عبد الله السعيد بقى، بص يا عبد الله السعيد الرايق. غياب عبد الله السعيد عن معسكر الزمالك بسبب وجوده في اليونان. اللاعب تواصل مع مسؤولي نادي الزمالك واختارهم بان تتائج بموعد انطلاق المعسكر الثلاثي لمصر من خلال ساعات. يعني ممكن يصل النهارده بالكتير قوي قوي بكره.
بكره بالكتير قوي. نفس عميق كده وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام في التعليقات. يلا بسم الله. طبعا له حاجات كتيرة. هو بص، انا كان منزل صورة على الانستجرام. بسم الله ما شاء الله. كتلته البدنية والعضلية قوية جدا. ثانيا هو كان مع محمد صلاح في فترة إعداد فردية. بيقولوا هو محمد صلاح في اليونان وراح اسبانيا، راحوا يعني بلاد كتيرة عشان يعملوا فترة إعداد فنية وبدنية. كمان ياسر ابراهيم يعني بيقول لك في فاكس جال النادي الاهلي او جال ياسر ابراهيم بعرض من الدوري السعودي. بالنسبه لي ده احسن فتره اللي هو يروحها. ياسر ابراهيم خلاص هو تم هو قرب على ال 30، هو اصلا تم ال 30، هو تم اكتر من 30. هو خلاص يعني بالنسبه لي هو بيتق شويه، جسمه تقل كبر، السبرنت بتاعه قل، سرعته قلت. بس هو لعب كويس، ده احسن فتره ليه يعتبر. طور من نفسه ومهاراته. يبقى ياسر ابراهيم لعيب اساسي في المنتخب. بنوفقه طبعا في اللي جاي وما لو سافر الدوري السعودي. طب بص دي بقى جاء اداره نادي الزمالك ديت، اقسم بالله هتجيب لي الشلل والمرض. انا اعوذ بالله من كل شلل ومرض. محمد عاطف لاعب نادي الزمالك يعني يكون ضمن قائمة الفريق في الموسم الحالي. لاعب معار نادي طلائع الجيش لمدة موسمين وليس موسم واحد، وانتهى اعارته بنهاية الموسم المقبل. وكمان احمد محمود تقريبا مكمل اعارته، هيتباع هيتباع. ده جايله عروض من زد واتحاد اسكندري والجونه اللي كان بيلعب فيه. يعني المفروض ليه سنتين، المفروض على الاقل موسم، 6 شهور، نص موسم، ده اقل حاجه. موسمين انت فجرته بقى. ده محمد عاطف لعيب مهاري اصلا، اللي كنت انت تحتاجه. انت اصلا المفروض تراجع كل المعارين عشان تأيده في القائمه بتاعتك، عشان انت مش هتلاقي. عشان كده هتجيب صفقات يعني. استغفر الله واتوب اليه. اه بص بقى، ريل مكوينا اللي راعى الاهلي 5 مظبوطه. مم، مصر يملك بها عدد سكان 120 مليون نسمة. ونسمة فإذا استطاع الوصول إلى أكثر من 500 ألف أو مليون شخص ليكونوا مشجعا بيراميدز. إذا أخذنا ذلك تستطيع أن تجعل 25 إلى 30 ألف أو أكثر يأتون إلى ملعب يشجع فريق درجات. خلي بالك أنت، يعني أقول لك حاجة، أنت برضه حرفيا بيلم جمهور. يعني إيه بيلم جمهور؟ يعني بيمسك كده الجمهور ألمك كده شحاتين بأي حاجة، ستات كبيرة، بيدوهم اكل وفلوس ولبس ودخلهم الاستاد كده ببلاش ويدفعوا من تذاكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الاهلي قدم عرض رسمي لامام عاشور تجديد مقابل 35 مليون جنيه في الموسم والواحد ليصبح ضمن الفئة المميزة، وهو نفس العرض المقدم من الاهلي لمصطفى شوبير ومحمد هاني. طبعا مصطفى شوبير اصلا بياخد 2 يعتبر 5 مليون جنيه، 2 مليون جنيه مش اكتر. ليه يا عم مش اكتر من 5 مليون، 5 مليون ونص، مش بياخد اكتر من كده. لاعب ساكت وهادي وراضي باللي بياخده. بيقول الحمد لله راضي باللي بياخده. ده لاعب مميز، ده اسمه اللاعب المميز مش امام عاشور. امام عاشور بيقول لك بيطلب مرة التفكير ورد على عرض تجديد من النادي الاهلي، والجمعة منحه على 48 ساعة فقط لحسم قراراته. لاعب كبير طبعا، لاعب كبير. ده نفسي يحترف بره، مش نفسي يقعد في الاهلي. ده لو احترف بره وراح مثلا في الدوري الخمسة الكبرى هيبقى لاعب جامد جدا. بص بقى محمود عاشور بقى فضح الكل. وفقا لقانون الاهلي له ركله جزاء ضد سيراميكا، لان بدا بيد اللاعب تحرك خارج جسده. وكان محمود وفا قال لما استبعدتها الفار ان اللاعب يحاول تفادي الكوره، وسبب ذلك معايير اوسكار لويز. كل الدعم لعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، بتملك ثقة كبيرة فيك. قرارات مهمة من اتحاد الكرة ويطمئن الجماهير منطقة الموسم برضه الزمالك. بس انا الفتاح طبعا هو بيقول لك روح البروتوكول ومش عارف ايه. يقول لك دلوقتي يعني بص، انت نازل كمان بيقول لك هو ده اللي كان موجود لما الزمالك كسب 2 دوري. يعني ما مش الزمالك اللي كسب بعدها 3 دوري وراح ده الكونفدرالية ومش عارف ايه وكده يعني. طبعا انت الحكام بيكون لهم يوم عليك ويوم ليك، يوم ليك ويوم عليك، فانت ما تحكمش بكده طبعا. طبعا عصام عبد الفتاح لعيب كبير. لعيب كبير يعني هو ليه خبرة وكده، بس بيقول لك ليه اخطاء اخطر من اوسكار رويز الالماني. الاهلي يدرس مقاطعة البطولات التي ينظمها اتحاد الكورة كاس مصر وسوبر مصر. طبعا ينسحب والله، ينسحب. تاخد كده بطولتين تاخد كده بطولتين كده في الموسم، احسن تطلع بص صفري. كاس مصر، كاس سوبر مصري.
تلتين مهمين. دي طبعا السوبر مصر زمان فيها اكتر من 20 مليون جنيه، كاس مصر 15 حاجه زي كده مليون. طب انا مش فاهم حاجه، فهموني انتوا في الكومنتات. الزمالك، بس كام دقيقة بس الفيديو، وزي 15 دقيقة ماشي. الزمالك وقع مذكرات تفاهم مع شركة كولومبية لإنشاء استاد ومبنى فندقي من منح شركة إلحاق اندفاع لمدة 20 عام. تقريبا ده بيقلدوا الأهلي، مش هقول غير كده. أنا مش هقول غير كده، ده بيقلدوا الأهلي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سريع سريع كده الخبر اللي بعد كده. قبل ما انت تجي معانا اعمل اشتراك، لو وصل لحد اللحظة ديت انت حبيبي، واعمل قلب في الكومنتات. الاهلي قرر الاستغناء عن عمر كمال عبد الواحد. قرر الاستغناء عن عمر كمال عبد الواحد الموسم المقبل. طبعا عمر كمال الواحد اصلا كان المفروض يدخل الزمالك، بس الحمد لله الاهلي خده وشبع بيه وشوف شره. يعني لا مؤاخذة في الكلمة، يعني عمر كمال عبد الواحد مكان في المصري، مكان في فيوتشر، هو مكسبك دوري اولا، هو اللي مخسر بيراميدز او متعادل معاه في اخر الدقايق بالكرة اللي هي خارج وش القدم ديت في الزاوية الضيقة في أحمد الشناوي. أحمد الشناوي خاف تقريبا ولا حاجة زي كده. ف يعني هو يعتبر هو منقذك يعتبر اهو. فربنا يستر ما يروحش فريق ويلسعنا احنا ويلسع الأهلي. خوان بتزيرا، خوان بتزيرا أو جوان بتزيرا، صلى على النبي. خوان بتزيرا رسميا حسين السيد هيحول 150,000 دولار لوكيله هو ومحاميه، ويرجع إن شاء الله. هو هيرجع النهارده بالكتير قوي يوم الأربعاء، هيرجع ان شاء الله. هيبدا تدريبات نهائي الزمالك يوم الاربعاء ان شاء الله. وطبعا النادي الاهلي استغنى خلاص عن محمد سيحه مصري، يعني ضم حارس مرمى محمد سيحه قدام النادي الاهلي، استغنى عنه رسميا بحارس كبير جدا. وان شاء الله هنشوف الفتره القادمه، متاكد هنشوف الفتره القادمه في منتخب مصر، وهتشوف كام في المنتخب المصري او مع المصري. بص بقى تشجيع من طارق يحيى، ومن زمان مش شفنا تصريح حلو من واحد زملكاوي معتزل اسطوره. صلاح لما راح بازل كنا بنعمل فرح. حمزة عبد الكريم لاعب محترف في الفريق الأول نادي برشلونة. نقطة من أول السطر. انتوا بتتكلموا في إيه يا جماعة؟ طبعا بتتكلموا في إيه يا جماعة؟ انتوا ليه بتحبطوا الولد دوت اللي هو كانش بيلعب وراح برشلونة؟ أما كان بيلعب قدام غزل المحلة ولا مش عارف قدام مين، لما الأهلي خسر في كأس الرابطة كان على مستوى أو أسوأ مستوى أنا شفته في حياتي. اللاعب ناشئ بس شفته عمل إيه مع برشلونة أهو. طبعا لو كان يعني بيلعب بالراحة ليه؟ مش عايز يجيله إصابة، هيلعب مع برشلونة مع برشلونة، هيلعب مع برشلونة، فهو عايز يعني يحافظ على رجله قوته البدنية. الزمالك يوجه انذار رابع للنادي لودوجراتس البرتغالي لمطالبة مستحقات صفقة حسام عبد المجيد. هو مليون يعني يعتبر كده، انت يعتبر هتروح كده يشكوا للفيفا، شكوا للفيفا. وتخيل كده احنا اللي بيعملوه في الناس هيطلع لنا احنا. شفت كمدودين دودان، يعني احنا فاهميننا كده اللي احنا نجيب اللاعب ما يدفعش فلوس، تيجي علينا قضية نحلها نفك القيد، يجينا وقف قيد نحله برضه نفك القيد، وكل حاجة تمشي تمام يا بالتسوية والتراضي والجدولة. اما هم اللي مدفعوش حاجة. خراب يا جدعان. الكاف يعني قامت كرة دوري أبطال أفريقيا كأس الكونفدرالية يوم الخميس المقبل. يوم الخميس المقبل. يا رب ما يكونش معاه سان داونز، يا رب يا رب يا رب. الأهلي تم اتفاقه مع الشمال القطري لبيع محمد علي بن رمضان، وهي الاتفاقية دي تعتبر خلصت ب1,700,000 دولار للشمال القطري، عشان محمد علي بن رمضان شكله كده في كوبري هيروح من الشمال القطري هيروح لبيراميدز. واسمع الكلام اللي بقولك ده، بقولك عليه. ياسر إبراهيم، ياسر إبراهيم أبلغت الأهلي بوجود مفاوضات شفهية مع نادي الشباب السعودي، نادي كبير بس مش نادي عامل زي بيراميدز كده في مصر. الاهلي اللي اخبر اللاعب بان شرط عرضه باسم درسته. كما قدم الاهلي عرضا تمديد عبد الله موسمين اضافيين مقابل 25 مليون جنيه في الموسم الواحد. وطبعا لسه ابراهيم ربنا يوفقه، لسه قايل خبر دلوقتي اللي هو في السعوديه، وان شاء الله ربنا يوفقه في الجاي ويجيله احسن عرض في العالم. ولو وصلت لغايه هنا والله انا بحبك واموت فيك، بس قبل ما تخرجوا الفيديو عايزين نوصل الحلقه دي 10 لايكات. وانت جديد معايا اعمل اشتراك، انت جديد معايا اعمل اشتراك عشان يقولوا جيل جديد، اعمل فعل جرس تنبيهات الكل. كان معاكم محمد صبري النس، وسلام.